هل زيزو هيمشي من الزمالك ولا لا؟ ده الحديث بتاع الناس في الشارع دلوقتي او جمهور الزمالك بالاخص. زيزو هيمشي ولا هيفضل؟ الاجابه النهائيه ان زيزو هيمشي، لسبب بسيط جدا. الزمالك بيواجه السنه دي 3 مشكلات مهمين جدا بسبب الفلوس، او ان الزمالك ما فيهوش فلوس. اول حاجه مشكله القيد، وان القيد بتاع الزمالك موقوف بسبب قضيه سبورتنج لشبونه بتاعه شيكابالا. تاني حاجه ان الزمالك مش معاه فلوس يعمل صفقات اصلا. تمام، فالفرقه داخله الموسم الجديد من غير صفقات جديده لغايه دلوقتي. تالت حاجه والاهم، القضيه اللي هيرفعها لعيب الزمالك السابق اتشيمبونج على النادي عشان برضه ما خدش مستحقاته. ولو القضيه دي اترفعت وخد حكم فيها، الزمالك ممكن يتوقف وما يلعبش كونفدراليه. فكل الاسباب دي بسبب ايه؟ بسبب ان الزمالك ما فيهوش فلوس. تمام. فتيجي للسبب الرئيسي، مين السبب الرئيسي في كده؟ مرتضى منصور. ما علينا، احنا شايفين ان في تخبط اصلا اداري وحاصل بين اللعيبه وبين الاداره على جميع الالعاب. تمام، مش بنتكلم بس في كره القدم. تيجي امبارح تبص على تصريحات المدير الفني للزمالك في كره اليد، هتشوف ان الراجل اصلا بيتكلم على العبث الاداري اللي بيحصل في نادي الزمالك بقاله فتره. تمام. نرجع برضو لموضوع زيزو هيمشي، بس الفكره في ايه؟ ان الزمالك عايز يحقق اكبر استفاده ماديه من زيزو. تمام. بمعنى صح ان الزمالك عامل مزاد على زيزو. ليه؟ لان هو اهم لعيب موجود في الزمالك واغلى لعيب موجود في الدوري المصري. لو زيزو اتباع هيحل مشاكل كتيره جدا موجوده عند نادي الزمالك، اهمها موضوع القيد. لان الزمالك لو دخل الموسم الجديد من غير صفقات، هنشوف منظر اسوأ من اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت للزمالك. فالفكره ان عرض الشباب لسه موجود ولا لا؟ لا، هو لسه موجود. تمام. لكن الفكره بقى ان هم عايزين يعلوا العرض على قد ما يقدروا. هل زيزو هيتباع ب 15 مليون؟ ده صعب جدا جدا ان لعيب مصري يتباع ب 15 مليون. تمام. لكن الفكره ان العرض عمال يزيد ل 8 و9 والارقام دي. ليه؟ لان الزمالك عايز يحقق اكبر استفاده ماديه. وكمان بعد ما الزمالك هيبيع زيزو، في اتجاه ان الزمالك يبيع احمد فتوح لنادي بقى دنماركي، لنادي تركي، لنادي صيني، ايا كان النادي اللي هيتباع لي فتوح. هو فتوح هيرجع تاني على النادي الاهلي عشان بس نبقى متفقين. تمام. مين اللي بنسبه كبيره ماشي؟ زيزو بنسبه 90% لغايه دلوقتي هيمشي من الزمالك. لان لو زيزو ما مشيش مفيش اي مشكله هتتحل عند نادي الزمالك. لان الزمالك ما فيهوش فلوس، وانت محتاج فلوس عشان تفك القيد اللي على الزمالك بالقضيتين اللي مرفوعين دلوقتي من نادي سبورتنج ومن لاعبي الزمالك اتشيمبونج. وفي نفس الوقت انت عايز تجيب صفقات. فكل الموضوع ده يتحل بان انت تبيع لعيب كبير. مين اللعيب الكبير اللي فاضل في الزمالك؟ هو زيزو وفتوح. مفيش لعيبه تجيب للزمالك سعر عالي غير الاثنين دول دلوقتي. تمام. موضوع زيزو انت بتبص للموضوع ده من ناحيتين، من ناحيه تفكير اللاعب في العرض ومن ناحيه تفكير الجمهور في العرض. نبتدي بالجمهور. الجمهور العاطفه مسيطره عليه، لان زيزو حرفيا من اكتر اللاعبين المحببين عند جمهور نادي الزمالك وفي مصر كلها، مش عند جمهور نادي الزمالك بس. وزيزو لعيب مؤثر جدا جدا في الفريق. ولو زيزو مشي، جماهير الزمالك عارفه ان هو صعب جدا جدا ان انت تجيب لعيب زي زيزو تاني في الفرقه الفتره اللي جايه دي على اقصى تقدير يعني. تيجي تبص للناحية التانية عند جمهور برضو، ان الجمهور محتاج لعيبة والنادي محتاج لعيبة. الجمهور تيجي تبص على الناحية التانية، الجمهور عارف ان هو محتاج لعيبة ومحتاج صفقات ومحتاج ان القيد يتفك. لكن الفكرة ان الزمالك او جمهور الزمالك بالاخص عنده صراع داخلي دلوقتي بين العاطفة وبين المنطق. المنطق ان زيزو يتباع عشان يجيب فلوس للنادي وعشان يتفك القيد عن النادي والازمات اللي موجودة عند النادي تتحل، وفي نفس الوقت انت تجيب صفقات. لان يا جماعة بالمنطق، زيزو لوحده لا يمكن يقدر يعمل حاجة في الزمالك. تمام. لان هتيجي تقول لي مثلا لا ان زيزو كان لعيب مؤثر، انا على فكرة عارف ان زيزو من اهم اللعيبة واميز اللعيبة اللي موجودين في مصر. تمام. لكن الفكره ان زيزو كان موجود مع الزمالك الموسم اللي فات واتغلب 4 من الاهلي، وطالعين مركز ثالث في الدوري وخارجين من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا وخارجين من دور المجموعات في في البطوله العربيه. فكل الحاجات اللي حصلت دي في وجود زيزو. الفكره ان زيزو لا يمكن يقدر يحارب لوحده. وفي نفس الوقت انت بتشوف ان الزمالك محتاج 6 او 7 لعيبه على الاقل في مختلف الاماكن. لكن تيجي تبص على الجزء الثاني، جزء العاطفه عند الجمهور. ان الجمهور متمسك جدا بزيزو، لان زيزو من وجهه نظر الشخصيه ده اللي اتقال عليه اسطوره فعلا. ان اسطوره، ان لعيب متكامل، لعيب مهاري، لعيب لما بتعوزه بتلاقيه في الملعب. وفي نفس الوقت عمرنا ما سمعنا ان زيزو عمل مشكله في النادي او عمل مشكله مع اي حد. فده من وجهه نظر الشخصيه ده اللي فعلا يتقال عليه اسطوره لنادي الزمالك. تيجي تبص الناحيه التانيه عند اللعيب نفسه. انا بفكر بتفكير زيزو. معلش يا جماعه، زيزو دلوقتي
لعيب امكانياته عاليه جدا وبيعيش في احسن فتراته، يعني دي الفتره دي احسن فترات زيزو. تمام. هل بالمنطق ان زيزو هيقدر يدي نفس القدره الانتاجيه اللي بيديها دلوقتي كمان 5 سنين او كمان 3 سنين مثلا؟ مستحيل طبعا بسبب عامل السن، وفي نفس الوقت انت ما تضمنش مستواك هيفضل ثابت ولا لا. فدي احسن فترات زيزو، يبقى دي احسن فتره ان زيزو يتباع فيها هيجيب اعلى سعر للنادي. تمام. تيجي تبص على اللاعب نفسه، اللاعب نفسه هيتوفر له امكانيات وعروض هايله جدا بره، وفي نفس الوقت انت هتروح الدوري السعودي تقابل مثلا كريستيانو، بنزيما، ساديو ماني، انت بتقابل اسماء عملاقه، غير طبعا العائد المادي الكبير اللي هيرجع لزيزو نفسه. لكن انا بكلمك على شكل المنافسه اللي هيختلف بشكل كبير جدا بالنسبه لزيزو. تمام. عشان نكون صراحة، الناس كلها دلوقتي بتسيب اي حته في العالم وتروح السعوديه. ليه؟ لان هو السعوديه دلوقتي او الدوري السعودي عامه دلوقتي بقى مجمع لكل اللعيبه العالميين او كل لاعبين كره القدم العالميين. فالفكره ان انا بروح عشان احتك بالناس دي. بتحتك بالناس دي بمعنى ايه؟ ان انت طول ما بتلعب في دوري قوي ودوري مشتعل ودوري فيه اسماء كبيره، كل ما قيمتك التسويقيه بتزيد. لكن انت لو جيت بصيت على الدوري المصري التعبان بتاعنا ده، انت هتشوف ان هما 4 فرق اللي بينافسوا كل موسم، وفي اخر الموسم بيبقوا فرقتين. تمام. من ضمنهم الاهلي والزمالك وبيراميدز، ايا كان بقى الاسم الرابع اللي بينافس معاهم كل سنه. لكن انا بكلمك في ان المنافسه ثابته. المنافسه ثابته، مش زي مثلا الدوري السعودي، يعني انت بتشوف مثلا الاتحاد متصدر مره، النصر متصدر مره، الهلال متصدر مره. لكن انا بكلمك ان هنا اصلا مفيش منافسه. هنا لو في منافسه في الدوري المصري هتبقى منافسه واحده بس على الهبوط. يعني باي منطق ان السنه اللي فاتت نشوف في الدوري المصري من المركز السابع لغايه المركز ال 18 كل دول بينافسوا على الهبوط؟ امال مين اللي مش بينافس على الهبوط في الدوري المصري؟ الفكره ان انت في الدوري المصري اصلا ولا عندك اخراج، ولا عندك مثلا استوديو تحليلي تتفرج عليه تتعلم منه حاجه. لا، احنا بنشوف ان في الاستوديو التحليلي كل اللي بيتقال عبث، عباره عن عبث واعلانات. فلكن هنا لا، هنا الكره المصريه عايزه تتغير بشكل كبير جدا، حتى على مستوى التحكيم، على مستوى اتحاد الكوره، على مستوى لجنه التظلمات، لجنه التحكيم. لا يعني حتى العقوبات اللي بتتصدر على اللعيبه، عشان اللعيب مثلا تابع النادي الفلاني فاحنا نأجل العقوبه لغايه لما النادي ما يبقاش محتاج اللعيب فنروح صادرين العقوبه ساعتها. كل الكلام ده يا جماعه بيفشل منظومه التحكيم اكتر ما هي فاشله، وبيفشل منظومه الكوره اكتر ما هي فاشله. فانا بكلمك ان الدوري المصري بيعاني. هل الدوري المصري هيتطور؟ هيتطور بسبب واحد بس، ان الناس تبطل مجاملات للاهلي شويه وللزمالك شويه والخوف من الوان التيشيرتات والكلام ده كله. ساعتها الدوري المصري هيتطور. انا مش بتكلم على الاهلي لان محدش يقنعني ان الاهلي بس هو اللي بيتجامل في مصر. مفيش حاجه اسمها كده. الفكره ان زي ما الاهلي بيتجامل الزمالك بيتجامل. بس المشكله في نقطه، ان الزمالك لما بيتجامل محدش بياخد باله من الموضوع ده. ليه؟ لان الناس كلها عايشين بقالهم سنين في موضوع المؤامره ده. لكن انا من وجهه نظري مفيش مؤامره على نادي الزمالك حصلت اخر 10 سنين او اخر 15 سنه غير من مرتضى منصور وعياله. هي دي المؤامره الوحيده اللي حصلت على نادي الزمالك وعلى جماهير نادي الزمالك. ان انت تعيش جماهير في الوهم ان انتوا بتتحاربوا من العالم كله، وانا المنقذ اللي هجيلكم ونركب السفينه ونطير كلنا ونبعد واوصل بيكم لبر الامان. هو ده الوهم اللي عايشه مرتضى منصور لجماهير نادي الزمالك، وللاسف الجماهير صدقته لغايه لما صحيوا على كابوس ان النادي بينهار وبيقع وبشكل مش طبيعي، ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك لغايه دلوقتي. لما يوصل باسم نادي عريق زي نادي الزمالك ان الناس بتجمع من بعض عشان الفريق يروح يلعب في البطوله العربيه، لا دي تبقى كارثه. دي تبقى كارثه، واتحاد الكوره ملوش دعوه، والنادي الاهلي ملوش دعوه، وممدوح عباس ملوش دعوه. المشكله في اللي كان ماسك النادي في الوقت ده. ليه خليت النادي يوصل للمرحله دي؟ هتقول ان الراجل كان بيتحارب، كنت تطلع تقول انت بتحارب من مين عادي جدا، بورق ومستندات تقول انت بتحارب من مين. ما تغيبش الجمهور وتخلي الجمهور بتاعك ماشي وراك وهو مغيب وهو مش فاهم اصلا ايه اللي بيحصل. دي الفكره اللي عايز اوضحها للناس.